وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا المعلل. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. الحديث المعلل يقولون معلل ويقولون معلول، والصواب معل بلا من واحد، لأن المعلل اسم مفعول من علله إذا شغله وألهاه، ومعلول من عل يعل فهو معلول. أما أعله بكذا بهذه العلة فالصواب في اسم المفعول منه معل، كما قرر ذلك الحافظ العراقي وأطال في تقريره. معلول موجود في اصطلاح بعض أهل الحديث، وموجود في كلام الأصوليين، وموجود في كتب العقائد والكلام، موجود. والعلة والمعلول معروفة عندهم، لكن هو هذا التركيب في هذا الباب صرح جمع من العلم بأنه لحن، وقال بعضهم إنه مرذول. ويقول ابن سيدة وغيره لست منها على ثقة، لست مرتاح من كلمة معلول في هذا الباب، فالصواب في الإطلاق أن يقال معل. وأما معلل وجدت في كلام الأئمة، لكن تأصيلها من حيث الأصل اللغوي فيه مشقة. على كل حال المعنى واضح، سواء قلنا معل كما هو الصواب أو معلل كما يوجد في إطلاقاتهم أو معلول، المعنى واضح. هو الحديث الذي اشتمل على علة، هو الحديث المعل الذي اشتمل على علة، وهي سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها. ظاهر الخبر السلامة من هذه العلة، ولذا لخفائها وغموضها لم يتكلم في العلل إلا القليل النادر من الأئمة الكبار الحفاظ، بل قد يتكلم الواحد منهم بما لا يستطيع تعليله وتبريره. يأتي السائل إلى الإمام الكبير من أئمة الحديث فيقول الحديث فيه علة. طيب ما هذه العلة؟ لا يستطيع التعبير عنها، لأن هناك أمور تنقدح في ذهن المجتهد يصعب التعبير عنها، لكن يكفي أنك تذهب إلى ثاني وثالث ورابع كلهم يقررون بأن فيه علة. ولذا قال بعضهم إن معرفتنا بهذا العلم إلهام، وقال آخر إنه كهانة عند الجاهل. كهانة عند الجاهل يعني شلون؟ إن الأصل أن من يحكم بشيء يعلل حكمه ضعيف لكذا، لكن معل شيء انقدح في ذهن المجتهد وليس من سببه التشهي أو التحكم، لا، هذا لا شك أنه ملكة تولدت عند هذا الإمام من طول الممارسة والخبرة. من طول الممارسة والخبرة، كل علم من علوم الدنيا أو الآخرة مع طول الممارسة تنقدح في ذهن الممارس هذا الخبير بهذا الفن أمور قد يعتبرها بعض الناس سحر. تأتي للكهربائي الذي عاش عمره في الكهرباء، وقد يكون عاميا لا يقرأ ولا يكتب، هذه قطعة ركبها يقال قطعة ما تشتغل خربانة. طيب أخذناها من الكرتون الآن جبناها من المحل، قال ما تشتغل يا أخي، أنا أعرف منك ليش ما تشتغل. ما تشتغل. فبعض الناس يقول ركب خلنا نشوف إن تشتغل ولا ما تشتغل. الأصل أنه ما يركبها لأن عنده خبرة وعنده قناعة أنه ما تشتغل، فإذا ركبها وجد الكلام مطابق. يعني هذا سحر هذا، لكن خبرة. يعني تأتي بسيارتك إلى الورشة، المبتدئون اللي يتعلمون يفكك السيارة من أولها إلى آخرها وقد لا يقف على العلة. تأتي إلى الخبير الماهر يقول لك ما يحتاج تفكك ولا تركب، شوف غير بس هالكفر ده وتركت السيارة، لا رجه ولا ميلان ولا بطانيج ولا شيء، ويعطيك العلة من أول ما تقف. وش أدراك؟ ما لك هم، العلة موجودة. إن لم يكن الكلام صحيح يرجع لنا. المزارع أيضا عنده خبرة ودراية بالزراعة وكيف يحضر كيف هذه تصلح، من مجرد ما يمر المزارع يقول لك هذه النخلة شلها عن هذا المكان. لماذا؟ الله أعلم، بس شلها عن هذا المكان.
هناك خبراء في كل علم من العلوم، يعني لا شك أنهم يسلم لهم في علمهم. شخص لا يقرأ ولا يكتب يدخل البستان الكبير اللي فيه 1000 نخلة، يقول مجموع نتاجه كم؟ 50,000 وزنه مثلا، 50. وش يدريك؟ رحم عليك. الخرص سببه خبرة ودربة، ولا من بيتصور ينزل له وحده يازن ويكتب، ثم الثاني يازن ويجمع، ثم الثالث إلى أن تصل إلى 1000 نخلة. نعم، تجد مطابق. من إن جاء هذا العلم؟ نعم، نزل عليه وحي؟ لا، خبرة. وهكذا الخبرة في جميع العلوم، يعني خبرة بجميع فروع المعرفة. مثل ما يصير هذا مري باقتفاء الأثر قائف، هذا أيضا قائف في فنون أخرى من المعرفة. أنا أعرف ناس في الكتب إذا دخل قدر المكتبة كلها من أولها وآخرها وما تستحق. مكتبة شاسع مثل المبنى هذا كله مليان كتب، المكتبة فيها كذا من كتاب وتستحق كذا قيمة. هذا عبث، هذا خبرة. أيضا العلم بهذه الأمور الخفية الغامضة خبرة. ولذلك الذي لا يتمكن تمكن الأئمة في هذا الفن لن يصل ولن يحلم بالوصول إلى ما وصلوا إليه. إنسان يحفظ 40 وقد يتطاول على العمدة والبلغ يحفظها، إذا لم يقل له أحد الإمام الحافظ صار في نفس الشيء. وين رحت يا أخي؟ العلم متين، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كد. يعني أنت تطمع أن تكون في مصاف الأئمة والكبار، وأنت بهذه الطريقة تعيش لنفسك ولوالدك ولدنياك، وتريد أن تكون في مصاف الأئمة. هذا الذي جرى إليه الكلام، أن بعض الناس يقرأ في كتب المصطلح أن هذا العلم إلهام. يقول إلهام، يا أخي وش فرق بين إلهام هؤلاء وإلهام من يدعي أنه رأى النبي في اليقظة وقال الحديث صحيح ولا ضعيف؟ كلها دعاوى. نقول لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والذي يدعي أنه رآه يقظة فهو أفاك مكذب لله ولرسوله. ويوجد من يزعم أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مكاشف، يراه في الشارع يمشي، وسأله عن أحاديث وصحح وضعف. نقول لا يا أخي، علمك هذا دجل. النبي عليه الصلاة والسلام مات، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فلنفرق بين ما يدرك بالخبرة والمران وبين ما يدرك بالدجل والاستعانة بالشياطين، لأنه الآن يحصل خلط. في هناك أمور يسمونها سيرك ويسمونها أشياء، وسيارة تدور البلد كله على كبر واحد ولا على نعم، أو يمشي على سلك رقيق، نعم، أو يقضم الحديد أو يمشي على المسامير أو كذا. هذه كلها أمور تحتاج إلى ما كان السبيل إليه مهارة اليد وخفته. هذا يمكن. وجد في عصر الرشيد من غرز في الأرض إبرة، رماها فوقفت، فرمى إبرة أخرى فدخلت في بطنها، رمى ثانية فدخلت في بطن الثالثة، والرابعة إلى تمام 100، صار عمود إبر متداخلة. هذه مهارة وخفة يد. ماذا قال الرشيد؟ قال أعطوه 100 دينار على المهارة هذه، وجلدوه 100 جلد على تضييع المهارة بشيء لا ينفع. لكن الآن يخلطون، يسمونها العصبية. إيه نعم، هذه اللي يقولون تستطيع أن تقنع من لا يقنع، تؤثر على من لا يتأثر. هذا الكلام فيه ما فيه، كلام فيه ما فيه. تستطيع تقنع نفسك وأنت جوعان أنك شبعان، أو ضميان ميت من الظمأ تكون ريان. على كل حال لابد أن من التمييز الدقيق بين هذه الأمور. وإذا اشتبه الأمر فالأصل المنع، لئلا يدخل الدجال والأفاك والمشعوذ والساحر يدخل مداخل ويدعي هذه الدعاوى. يعني إذا لم نستطع أن نقتنع بها عقليا من باب الحقائق الواضحة فالأصل المنع، سدا للذرائع. سد الذريعة مطلوب، حماية جناب التوحيد مطلوب. بعض الرقاة يزعم أنه إذا رقى المريض قرأ على المريض ظهرت صورة العائن على صدر المريض،
يراها الراقي والمرقي. هل يمكن أن ندرك مثل هذا بمجرد الرقية؟ هل هذا حصل لسلف الأمة؟ أبدا، هذه استعانة. شعر الإنسان أو لم يشعر. في أول الأمر قد تكون إعانة من غير طلب، ثم يستعين فيما بعد، وقد يستعين من غير تقديم شيء، ثم بعد ذلك إذا صار في منتصف الطريق لا يستطيع أن يتقدم وتأخر، وصار ذكره على ألسنة الناس وساد بين قومه أنه أحرق كذا مملكة جن وشياطين ومشى على يده 100 مقعد وكذا، إذا وصل إلى هذا الحد لا يستطيع أن يتراجع، قيل له قرب اشرك. في مثل هذه الأمور لا بد من أن نكون على حذر منها، لا بد أن نكون الاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين ينبغي أن لا يسترسل فيه، ولو منع منعا باتا لكان له وجه. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. والعلة تحصل في السند وتحصل في المتن وتحصل فيهما معا. العلة الخفية تحصل في السند كما تحصل في المتن، وتحصل أيضا في المتن والسند معا. حديث كفارة المجلس قرر الإمام البخاري أن في إسناده علة خفيت على مسلم وأدركها الإمام البخاري. وعلة المتن كما يقول الحافظ العراقي: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. علة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. الحديث المتفق عليه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث متفق عليه. فهم بعض الرواة أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهم النفي فنقل على ضوء ما فهم. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقلها، على حسب وهمه، على حسب فهمه نقل. هذا مثلوا به لمعلل المتن، لكن يمكن تخريجه على وجه الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا أن النفي هنا محمول على نفي الجهر، لا يذكرون جهرا ولا ينفي أنهم يذكرونها سرا، فتتحد الروايات. الأصل في العلل أن تكون خفية غامضة وأن تكون قادحة، لكن أطلقت العلة على غير القادحة، ولذا اشترطوا في تعريف الصحيح في العلة قيدت بكونها قادحة، انتفاء العلة القادحة. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، يدل على أن هناك من العلل ما لا يقدح. من العلل مثلا كوننا لا نطلع على تعيين وتمييز هذا المهمل، تمييز المهمل ما استطعنا. حديث عن حماد، حديث عن سفيان، ما استطعنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو بن سلمة، ولم نستطع أن نميز سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة. هذه يسمونها علة، لكن هي قادحة ولا غير قادحة؟ غير قادحة، لأنه أينما دار فهو على ثقة، فالعلة غير القادحة لا تؤثر وإن سميت علة. ومثل ما ذكر أهل العلم أن الأصل في العلة أن تكون غامضة، سبب خفي غامض، قد تطلق على الأسباب القادحة وإن لم تكن غامضة. فأدخل في كتب العلل ما يقدح في صحة الأخبار من العلل الظاهرة كالانقطاع في الإسناد، أدخل في بعض كتب العلل ما يرويه الضعيف، هذه علل ظاهرة وليست خفية، لكنها علل يشملها مسمى العلة وما يعل به الخبر، وإن كان الأصل في العلة أنها الغامضة الخفية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المضطرب عندهم
هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية وذو اختلاف سند أو متن، يروى على أوجه، يروى سنده على أوجه مختلفة، يروى متنه على أوجه مختلفة متساوية. فالحديث الذي يروى على وجه واحد لا يسمى مضطرب، لا يسمى مضطربا، والذي يروى على أوجه متفقة غير مختلفة لا يسمى مضطربا. والحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة متباينة يمكن الترجيح بينها، هذا لا يسمى مضطرب، بل لا بد لتسمية الخبر مضطربا أن يروى على أوجه، على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة غير متفقة، وتكون أيضا مع اختلافها متساوية في الدرجة، لأنه إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. يمثل لمضطرب السند بحديث الخط: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا. هذا مثل به ابن الصلاح للمضطرب، لأنه روي على 10 أوجه في سنده كلها مختلفة ولا يمكن الترجيح بينها، لكن ابن حجر أمكنه الترجيح بينها ونفى الاضطراب، وقال في البلوغ: لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن. لماذا؟ لأنه أمكنه الترجيح بين هذه الأوجه. أيضا حديث أبي بكر وأنس وعائشة: شيبتني هود وأخواتها. أراك شبت يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا يمثل به للمضطرب. حديث القلتين يقرر بعض أهل العلم أنه مضطرب في سنده ومتنه، في سنده ومتنه، وبعضهم يميل إلى ترجيح بعض الوجوه فينتفي الاضطراب. إذا رجح وجه من هذه الوجوه المختلفة انتفى الاضطراب. ولذا حديث الخط حسنه ابن حجر ورجح، حديث شيبتني هود حسنه بعضهم رجح بعض الوجوه على بعض، حديث القلتين صححه جمع من أهل العلم لأنهم رجحوا، وهو مضطرب في سنده ومتنه، يوجد فيه اختلاف في المتن: إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلة، إذا بلغ الماء قلتين أو 3، إذا بلغ 40 قلة، كل هذه روايات الحديث، لكنهم رجحوا رواية القلتين فانتفى عندهم حينئذ الاضطراب. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، عند أهل الحديث. أهيل الفن أهل الحديث. والتصغير أول حاجة إليه في النظم ظاهرة، أحوجه إلى التصغير النظم، وليس كل تصغير للتحقير أو لتقليل الشأن، لا، ليس كل تصغير للتحقير، بل من التصغير ما هو للتعظيم، تصغير للتعظيم، كما قال: دويهية تصفر منها الأنامل، هذا تحقير، هذا تعظيم. فمن أهداف التصغير التعظيم، وليكن هذا منه عند أهيل، يعني عند أهل العلم، عند أهل الفن، عند أهل الحديث العظماء الكبار يسمونه مضطرب. جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل في المال حق سوى الزكاة؟ فأجاب: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء في رواية: إن في المال لحقا سوى الزكاة. متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. يمكن الجمع بينها ولا ما يمكن؟ يعني إذا أمكن حمله على وجه صحيح، حمل الروايتين على وجه صحيح، لا يجوز الحكم بالاضطراب. كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافا تاما؟ حمله أهل العلم على أن في المال حق سوى الزكاة، حق مستحب سوى الزكاة، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وينتفي الاضطراب. إذا أمكن الجمع ارتفع الاضطراب.
فمهما أمكن الجمع بين النصوص يتعين، فلا يحكم على الخبر بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج هو ما يزاد في سند حديث أو متنه، ويزاد في المتن جملة أو كلمة في أوله في أثنائه في آخره. متن كامل يدرج في سند أيضا ألحقوه بالمدرج. فحديث ثابت بن موسى الزاهد، الحديث الذي يرويه ثابت بن موسى الزاهد مخرج عند ابن ماجه مدرج. القصة وما فيها أن شريك القاضي يحدث طلابه، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فدخل ثابت بن موسى الزاهد وهو زاهد وغافل عن حفظ الحديث، ليست له يد ولا عناية بالحديث، لكنه عابد صاحب عبادة وقيام ليل. لما دخل ثابت بن موسى الزاهد وقد وقف شريك على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إسناد حديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ثابت المسجد فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت لما سمع هذا الخبر وقبله إسناد أخذ يرويه بالإسناد السابق. شريك لا يريد أن يحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد هذا الكلام متنا للسند الذي ساقه، إنما المناسبة كون هذا العابد دخل وصاحب قيام ليل وحسن وجهه بالنهار والحمد لله. صار ثابت لغفلته عن هذا الشأن يحدث، حدثنا شريك قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا إدراج متن كامل، إدراج متن كامل. بعضهم يمثل بهذا، وبعضهم يقول إن هذا شبه وضع وليس بالموضوع. لا شك أنه إلصاق متن بسند ليس له، وتركيب سند على متن ليس له. الزيادة في المتن في أول الحديث كما في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه زيادة. أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، بدليل الرواية الأخرى أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الزيادة في أثناء السند في أثناء المتن مثل زيادة التعبد، تفسير التحنث بالتعبد في حديث بدء الوحي، هي من كلام الزهري تفسير، وتواطأ الرواة على نقلها من غير إضافة للزهري، فهذا إدراج. كثير ما يفسر بعض الرواة كلمة في الحديث وتندرج فيه، لكن تأتي الروايات الصحيحة مفصولة، وبهذا يستدل على الإدراج ويحكم به. بالروايات الأخرى قد يستدل على الإدراج بكون الخبر فيه ما هو مستحيل. لما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المملوك الذي يؤدي حق الله جل وعلا وحق مواليه قال والذي نفسي بيده في الحديث لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وبر أمي هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أمه ماتت، ما عنده أم يبر بها. وإن قال بعضهم أن المراد أمه من الرضاعة، وقال بعضهم أنه يريد بذلك تعليم أمته، وأن حق الأم عظيم وشأنها جليل، وإن قيل ذلك، لكن جاء ما يدل على أنه من قول أبي هريرة. أيضا من قول أبي هريرة في حديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين
من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا من قول أبي هريرة. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، لكن كيف يتم إطالة الغرة؟ لا يمكن إطالة الغرة. نعم، إطالة التحجيل ممكن، أما إطالة الغرة فلا يمكن. وبهذا حكم على هذا الكلام بأنه مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وما روى كل قرين عن أخيه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. الأقران هم القوم المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، هؤلاء يقال لهم أقران، يقال لهم أقران، يعني إذا كانوا من طبقة واحدة متشابهين في السن والأخذ عن الشيوخ يسمون أقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر سمي رواية الأقران. زيد وعمرو قرينان، روى أحدهما عن الآخر، روى زيد عن عمرو فقط قلنا رواية أقران، روى عن عمرو عن زيد فقط قلنا رواية أقران. لكن إذا حصل التزاوج بمعنى أن زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن زيد قلنا إيش؟ مدبج. هذا مدبج. روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة مدبج. روت عائشة عن أبي هريرة فقط، هذا رواية أقران. روى التابع عن التابعي والتابع وروى العكس قلنا مدبج. وإذا اقتصر أحدهم بالرواية عن الآخر قلنا رواية أقران. وهذه موجودة بكثرة في هذا النوع. فيما يذكر من الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر، يروي الشيخ عن تلميذه، يروي الأب عن ابنه، هذا موجود. يروي كبير السن عن صغير السن، يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، التلميذ يروي عن الشيخ، لكن قد يحتاج إلى العكس، يكون عند التلميذ حديث لا يعرفه الشيخ فيرويه عنه. من أوضح الأدلة على هذا حديث الجساسة، رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، عن تميم الداري حديث الجساسة، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن كيسان من كبار الآخذين عن الزهري وهو أكبر منه سنا، لكنه تأخر في الطلب وحفظ الحديث فاحتاج إلى أن يروي بكثرة عن صالح بن كيسان، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية الأصاغر عن الأكابر هذه الجادة وهي الأكثر. رواية الابن عن أبيه عن جده أيضا موجودة. رواية الأخ عن أخيه هذه كلها من لطائف الأسانيد التي يعنى بها أهل العلم. وما روى كل قرين عن أخيه هذه لغة يسمونها لغة إيش؟ يعني في الأسماء الخمسة. وش المشهور في إعرابها؟ الأسماء الخمسة. نعم، يعني إعرابها بالحروف، ترفع بإيش؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. لكن هنا عن أخيه، الأصل عن أخيه. هناك لغة يقال لها لغة النقص، بأبيه اقتدى عديم الكرم، يسمون لغة النقص. هناك لغة ثالثة في الأسماء الخمسة لغة القصر، إن أباها وأبا أباها، هذه لغة القصر. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، أي افتخر به واعرفه واقصده، لأنه يدل على شيء من التواضع. يعني رواية القرين عن قرينه يدل على شيء من التواضع، فضلا عن رواية الأكابر عن الأصاغر. فإن طالب العلم والإنسان عموما لا ينبل ولا يكمل حتى يروي عن من فوقه وعن هو مثله وعمن هو دونه. فإذا روى عن قرينه احتاج إلى ما عند القرين ولم يتكبر فروى عنه، احتاج إلى
شيء عند غيرهم من هو دونه ولم يتكبر عن ذلك لا شك أنه ينبل ويحصل، وهذا دليل على التواضع. فاعرفه حقا وانتخه، يعني اقصده وافتخر به، لأنه دليل على تواضع هذا الراوي. إن بعض الناس يأنف أن يروي عن شخص مثله في السن أو أصغر منه، يأنف، لكن بهذا يضيع عليه خير كثير. فلا ينبل الطالب حتى يروي عن من هم فوقه ودونه ومثله، ولا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر، فإذا أنف من ذلك وتكبر لا شك أنه يحرم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش وغلط. من المباحث التي تبحث وهي في غاية الأهمية، والجهل بها قبيح جدا بطالب العلم، ولا بد من أن يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها المصادر، لأن أسماء الرجال تختلف عن المتون. المتون قد يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني السياق يساعد في أن تفهم اللفظ وتؤدي اللفظ وتنطق اللفظ. نعم، السياق يساعد. هذه الجملة تستطيع أن تنطقها صوابا باعتبار ما قبلها وما بعدها، لكن راوي من الرواة كيف تنطق هذا الراوي الذي خالف الجادة وأنت ما راجعت عليه الكتب وما أخذته من أفواه الشيوخ؟ يعني كم من شخص يغلط في عبيدة السلماني، لأن الجادة إيش؟ عبيدة، لكن ما مر عليها. فالعناية بأسماء الرواة في غاية الأهمية، والجهل بها شنيع قبيح بطالب العلم. يعني هل يجدر بشخص من كبار الآن، من الذين يشار إليهم كبار من الكبار، يعني عمره فوق 70، ويتصدر لتعليم الناس وفتاهم، يقول سلمة بن كهبل، تقبل هذه من ينتسب إلى علم؟ نعم، ما تقبل. سلفة بن كهيل هذا معروف، نعم، يقرأها سلمة بن كهبل، هذا عيب بالنسبة للصغار فضلا عن الكبار. والطالب إذا لم يعتني بهذا الباب من أول الأمر بيستمر. ألفت الكتب الكثيرة في هذا، كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمشتبه، كتب كثيرة جدا. فتجد الباب كل الجادة على وزن واحد، يخرج واحد، عبيدة مثلا. متفق لفظا وخطا متفق، يتفق في اللفظ والخط، لكنه يفترق في الذات. هذا المتفق والمفترق، يتفق في الخط واللفظ، يفترق في الذات والحقيقة. فمثلا 6 أشخاص كلهم الخليل بن أحمد، لكن كل واحد يختلف عن الثاني. فإذا مر بك الخليل بن أحمد في علم من العلوم وترجمت الواحد على أنه الخليل بن أحمد صاحب العروض، مشكلة. يعني كثير من طلاب العلم الذي لا ينتبه لمثل هذه الأمور، وكل اسم ينبغي أن يستدل به على فنه. يعني تقرأ تعريف لغوي لمسألة من المسائل وقال الليث، يجيك طالب العلم ما شاء الله يرجع إلى أقرب مذكور ويترجم لليث بن سعد الإمام، ما هو صحيح. نعم، كل إنسان له فن. كتب اللغة تنقل عن الليث بن المظفر، فيقبح بطالب العلم أن ينتقل ذهنه من هذا إلى هذا، وقد يتكايس ويأتي بتعبير يدل على شيء من التحري، يقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. يا أخي ابحث واعرف واقدر الأمور قدرها ومايز بينها. يأتي في سياق كلام لغوي مثلا قال أبو حاتم، ترجم لأبي حاتم الرازي، ما هو صحيح. حاتم السجستاني غير أبي حاتم الرازي. تأتي لعلة من العلل قال أبو حاتم منكر، ترجم لأبي حاتم السجستاني، ما هو صحيح. هذه أمور لا بد من التنبه لها، لا بد من أن يتنبه لها طالب العلم ويراجع عليها الكتب. فعندك مثلا أبو عمران الجوني 2، ما هو بواحد. وعندك أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان 4 أشخاص. كيف تميز بين هذا وهذا؟ لا بد
معرفة لهؤلاء الأشخاص وتضع في ذهنك احتمالات كثيرة. الخليل بن أحمد 6، يعني مجرد ما يأتيك الخليل في أي فن من الفنون تبي تذهب وتترجم لصاحب العروض. خليل بن أحمد الفراهيدي باعتباره أشهر واحد، نقول ما بيصح. كم شخص زل في مثل هذا لعدم خبرته بهذه الأمور. فيتفق الاسم واللقب وأحيانا الكنية، أحيانا يتفق رباعي ولا يكون هو. فليتحرى الطالب المقصود ويستدل على هذا ويراجع الكتب على مثل هذا. أحيانا تأتي أسماء مهملة فيصعب تعيينها من قبل الطالب اللي ما عنده خبرة. تصورهم شخص يبحث في فقه عالم من العلماء، رسالة دكتوراه في فقه عالم من العلماء، ما استطاع الطالب يعرف اسم هذا العالم، فقه فلان، ما استطاع. سأل الكبار والله ما وجد حل، راجع الكتب ما في فائدة. يعني تطلع فقه شخص ما تدري من هو. نعم يستحق البحث الرجل واسمه يدور في كتب الفقه كثير، لكن كيف تجد النص على هذا العالم؟ تحتاج إلى سعة اطلاع، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى تقييد الفوائد. يعني من يحل مثل هذا الإشكال؟ يعني مر في شرح النووي على مسلم في الجزء 10 و11: أما فلان الذي يدور اسمه كثيرا فهو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وانتهى الإشكال. فنحتاج إلى تقييد مثل هذه الأمور والعناية بمثل هذه الأمور. وإذا حصل الإنسان على ضبط كلمة فليودعها سويداء قلبه، يهتم بها، ما بتمر مرور كأنها اللوحات المحلات اللي في الشوارع، يقرأ هذه وكأنها ما تعنيه. لا، هذا علم وأنت محتاج إلى العلوم المتكاملة. وألف في كل فرع من فروع علم الرجال كتب كثيرة. فمثل هذه الأمور في الرواة يأتي فلان ابن فلان ابن فلان، فأنت تظن هذا هو هذا. فواحد من المعتنين يجعل الاثنين واحد ويجعل الواحد اثنين. المقصود أن مثل هذا ما ترك للاجتهاد، لأنه لا يدرك بالاجتهاد. فيه كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، من أعظم الكتب في تمييز مثل هذه الإشكالات. له المتفق والمفترق، له المؤتلف والمختلف، له تلخيص المتشابه في الرسم، له كتب كثيرة في هذا الباب، وهو إمام من أئمة هذا الشأن. أيضا الحافظ بن حجر له في الباب الثاني اللي هو المؤتلف والمختلف: مؤتلف متفق الخط فقط، متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط. يعني فاحش الغلط يعني الغلط الذي يقع فيه طالب العلم بسبب جهله في هذا الباب غلط فاحش، غلط فاحش. والسبب تقارب الكلمة في الرسم، مثلا سلام سلام، أجاد السلام بالتشديد، استثني من ذلك أشخاص معدودين صله بعضهم إلى 5: عمارة وعمارة، كلهم عمارة إلا والد أبي بن عمارة. حازم هذا الجادة، فيه خازم أبو معاوية الضرير اسمه محمد ابن خازم. خراش وحراش، والد ربعي اسمه حراش بالحاء، كلهم يتفقون على هذا إلا المنذري في مختصر سنن أبي داود فضبطه بالخاء المعجمة وغلطوه. عبيدة وعبيدة، الأمثلة كثيرة جدا، والمؤلفات أيضا موجودة. والمشتبه للذهبي يحل مثل هذه الإشكالات. تبصير المنتبه للحافظ بن حجر، الإكمال لابن مأكولة أيضا كتاب عظيم، وتكملة الإكمال. الشروح، شروح كتب السنة أيضا تعتني بهذا عناية فائقة، تضبط الأسماء وتضبط الكلمات المشتبهة في الرسم بالحرف، أحيانا بالشكل وأحيانا بالحرف وأحيانا بالضد وأحيانا بالنظير. كل هذا من باب العناية لكي لا يخطئ طالب العلم.
فأحيانا يقول حدثني حرام بن عثمان. حرام كيف تضبط حرام؟ ممكن تظن حزام أو خزام حرام. يقول بلفظ ضد الحلال، بلفظ ضد الحلال، انتهت. ما يحتاج أن يقول بالمهملات، بالحاء المهملة، نعم، بالحاء المهملة المفتوحة وبالراء إلى آخره، ما يحتاج أن يقول هذا. قال بلفظ ضد الحلال، حرام، ما حد بيخطئ في هذا. الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، هكذا عندهم عناية، يأتون بالضبط على وجوه متعددة، وأحيانا تضبط الكلمة بعد أن تكتب مجتمعة. الهجيمي تكتب هكذا وتضبط بالحركات، ثم بعد ذلك تكتب في الحاشية مقطعة، لأن الحرف قد يشتبه بغيره في الاجتماع، لكن إذا أفرد صار هاء. الهاء يمكن تشتبه بغيرها، إذا أفردت ما يمكن، والجيم كذلك. وإذا أفردت ونقطت وضبطت أي يمكن أن تشتبه. وأهل العلم أبدوا في هذا عناية فائقة، لأن الخطأ في مثل هذا شنيع، ولذلك قال فاحش الغلط. وذكرنا مثال واحد من الكبار يقرأ سلمة بن كهيل بن كهبل، يعني والله ما يقبلها صغار الطلاب. منهم من يجعل قواعد فيما يشترك فيه أكثر من راوي من وصف أو كنية. مثلا أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فالمراد كذا، إذا روى عن سهل بن سعد فالمراد كذا، نعم، واللفظ واحد، أبو حازم، يأتيك في الإسناد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، تبحث في التابعين تجد أكثر من أبي حازم، فإذا روى عن سهل بن سعد فالمراد به سلمة بن دينار الزاهد المعروف، إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. المنكر سبق الإشارة إلى حد من حدوده عند بعض أهل العلم، وهو ما يخالف فيه الضعيف غيره من الرواة. فإذا وجدت المخالفة مع ضعف المخالف فالرواية منكرة. ومنهم من يطلق المنكر بإزاء تفرد من لا يحتمل تفرده، مثل حديث كلوا البلح بالتمر فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. الأيام هذه يمكن يؤكل البلح بالتمر، نعم. تفرد به أبو زكير وليس عنده من الضبط والإتقان ما يحتمل معه تفرده، لأنه ليس من أهل الحفظ والضبط والإتقان، فقالوا هذا منكر لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده. أيضا لفظه منكر. لماذا؟ لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، قد يفرح بابن آدم إذا طال عمره، إذا كان عمره لا يستغله فيما يرضي الله جل وعلا، إنما يغضب إذا استعمل هذا العمر في طاعة الله جل وعلا، طويلا كان أو قصيرا. هذا الذي يغضب الشيطان. ومنهم من يقول المنكر والشاذ واحد لا فرق بينهما. المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. يعني ابن الصلاح ذكر أن المنكر والشاذ بمعنى واحد، والشاذ كما يطلق فيه تضمن مخالفة يطلق أيضا على مجرد التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أو ضعيفا يسمى شاذ. لكن من الشاذ ما هو صحيح ومن الشاذ ما هو مردود. وإذا تفرد غير الثقة غير الحافظ غير الضابط اتجه القول بالشذوذ والقول بالنكارة، تعديله لا يحمل التفرد. فإذا لم يكن من الراوي من الضبط والإتقان بحيث يحتمل تفرده حكم عليه بالنكارة. متروكه ما واحد به انفرد
متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك ما يرويه المتهم بالكذب أو يتفرد به راو بحيث لا يعرف الخبر إلا من قبله، ويكون الخبر مخالف للقواعد المعلومة من الدين، فيكون الخبر متروكا وراويه متهم. فالمتروك ما يرويه المتهم بالكذب. فمتى يتهم الراوي بالكذب؟ يتهم الراوي بالكذب إذا عرف بالكذب في حديثه العادي مع الناس ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يتهم بالكذب، لأن هذا لا يتورع عن أن يكذب. ما دام معروف بالكذب في حديثه مع الناس يتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرمى بالكذب ولا يقال يكذب ولا كذاب حتى يثبت فيه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. ما يرويه المتهم بالكذب يسمى متروك. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني من اتفق العلماء على ضعفه، يعني لا يوجد من يوثقه، وكل من تكلم بالضعف أجمعوا على ضعفه، يسمى خبره المتروك. فهو كرد، يعني مثل المردود. الرد مصدر رد يرد ردا، مصدر يراد به اسم المفعول المردود. فهو كرد يعني كالمردود، والمردود أول ما يطلق عليه الرد الموضوع المكذوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في حكمه. لماذا صار في حكمه؟ لأن ضعفه شديد فلا يقبل الانجبار، فوجوده مثل عدمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.